الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، كتبه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كل شيء كائن فإنه مكتوب، قد انتهي منه. جفت الأقلام وطويت الصحف، فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا أصابك شيء لا تقول والله لو أني فعلت ما أصابني، لأن هذا شيء منتهي مكتوب، لا بد أن يقع كما كتب الله سبحانه وتعالى، لا مفر لك منه. مهما عملت فالأمر سيكون على ما وقع، لا يتغير أبدا، لأن هذا أمر قد كتب. فإن قال قائل: ألم يكن قد جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ فالجواب: بلى، جاء هذا، ولكن الإنسان الذي قد نسئ له في أثره وبسط له في رزقه من أجل الصلة قد كتب ذلك له، كتب أنه سيصل رحمه، وأنه سيبسط له في الرزق، وأنه سينسأ له في الأثر. لا بد أن يكون الأمر هكذا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، من أجل أن نبادر ونسارع إلى صلة الرحم، وإلا فهو مكتوب أن هذا الرجل سوف يصل رحمه وسيحصل له هذا الثواب، وأنه لن يصل رحمه وسيحرم من هذا الثواب. أمر منتهي، لكن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا من أجل أن نحرص على صلة الرحم.